قالك زي زيادة حجم بعض الثمار، زي الليمون. الليمون اللي هو كبير الحجم المهجن ده بيبقى ليمون كبير وحجمه كبير وطعمه حلو وبيبقى مفهوش بذور، يبقى دي صفات مرغوب فيها. يبقى الطفرة احيانا تبقى غير مرغوب فيها واحيانا تبقى مرغوب فيها. طب نيجي لانواع الطفرات. لو بصينا للتقسيم اللي احنا مقسمينه هنلاقي على حسب موضع حدوثها بتنقسم لجينية وكروموسومية، ولإمكانية توارثها إلى جسدية ومشيجية، وإلى منشأها تلقائية ومستحدثة. هناخده دول بالتفصيل دلوقتي، بس ركز في دول لأنهم مهمين وبيجوا في الامتحان مقارنة لأنهم سهلين. ايه الفرق بين الجسدية والمشيجية؟ قال لك الجسدية بتحدث في الخلايا الجسدية والمشيجية بتحدث في الخلايا التناسلية. الجسدية لا تنتقل إلى النسل، لكن الطفرات المشيجية بتنتقل إلى النسل. ناخد أسئلة علل مجاب عنها. قال لك علل اختلاف الطفرات التي تحدث في الخلايا التناسلية عن التي تحدث في الخلايا الجسدية. هتقول له لأن الطفرات اللي بتحدث في الخلايا التناسلية بتنتقل إلى نسل الفرد، على عكس الطفرات الحادثة في الخلايا الجسدية لا تنتقل إلى النسل. علل بعض الطفرات لا تنتقل من جيل لآخر. هنقول لأنها بتحدث في الخلايا الجسدية فتؤثر على الفرد، لكن لا يمكن توارثها أو لا يمكن تورثها إلى النسل. علل تؤدي الطفرات إلى تغير الصفات الوراثية. هنقول لحدوث تغير في تسلسل القواعد النيتروجينية المكونة للجين، مما يؤدي إلى تكوين بروتين مختلف يظهر صفة وراثية جديدة. يبقى الطفرات بتحدث تغيرات في الصفات الوراثية لأنها بتغير التسلسل بتاع القواعد النيتروجينية، بتغير حرف مكان حرف أو نقطة مكان حاجة ما فيهاش نقطة، زي ما قلنا كلمة حمار وخمار. خلاص. طيب نيجي بقى للطفرات الجينية. قال لك بتحدث الطفرة الجينية عند حدوث تغير في ترتيب أو تسلسل القواعد النيتروجينية للنيوكليوتيدات المكونة للجين، مما يؤدي إلى تكون بروتين من نوع آخر يؤدي إلى ظهور صفة وراثية جديدة لم يسبق ظهورها في الآباء. عارفين الحكاية دي عاملة زي إيه؟ زي أنت ما تيجي تتصل برقم موبايل وتبدل مثلا بدل 76 تخليها 67، بدلت رقم واحد مكان رقم والتسلسل الباقي كله صح، وعلى الرغم من كده يديك رقم إنسان تاني خالص. يبقى إذا بتحدث الطفرة الجينية لما بيتغير الترتيب او التسلسل بتاع القواعد النيتروجينية للنيوكليوتيدات اللي بتكون الجين، فبالتالي الترتيب ده هيدينا بروتين جديد غير البروتين المتفق عليه او البروتين الطبيعي اللي كان المفروض يحصل، فبالتالي يدينا تكوين بروتين من نوع اخر يؤدي البروتين الجديد ده الى ظهور صفة وراثية جديدة لم يسبق ظهورها في الآباء. قالك بتنتقل الطفرة الجينية من جيل لآخر في حالة حدوثها في الخلايا التناسلية. إذا الطفرة الجينية تغير في التركيب الكيميائي لجين واحد أو أكثر يؤدي لتغير الصفة الوراثية الناتجة عن هذا الجين. ناخد أسئلة علل مجاب عنها. قال لك علل تتميز الفئران إلى رمادية اللون وبيضاء. يعني إيه يعني تتميز؟ تتميز يعني تختلف وتتباين. قال لك لأن الفئران الرمادية لديها صبغ الميالين الذي يعطيها اللون الرمادي، بينما الفئران البيضاء حدثت لها طفرة في تركيب الجين المسؤول عن إنتاج صبغ الميالين فصارت بيضاء. يعني الفئران البيضة كانت زيها زي الفئران الرمادي اللي هي المعفنة بتاعة البيت دي. الفئران البيضة دي الناس بتاخدها تربيها تلعب بيها كده، ولو ان انا مش مقتنع قوي بالحكايه دي لان هم حتى مختلفين في الطباع. الفار الاسمر ده بيخاف ويجري لما يشوفك، الفار الابيض لا، يعني بتلعب معاه كده. اما الفئران البيضاء فحدثت لها طفره في تركيب الجين المسؤول عن انتاج صبغ الميالين فصارت بيضاء. يعني هي كانت زيها زي الفئران الرماديه، لكن حصل عندها طفره فما ما تمش انتاج صبغ الميالين ففضلت ايه؟ بيضة. علل حدوث طفرة في الجين المسؤول عن انتاج صبغ الميالين في الفئران الرمادية يغير من لون فئرانها. قال لك لأن حدوث طفرة في هذا الجين يؤدي إلى عدم تكون صبغ الميالين فتظهر الفئران باللون الأبيض. نيجي بعد كده لمنشأ الطفرة. قال لك الطفرة التلقائية والطفرة المستحدثة. أنا عندي طفرة بتحدث بفعل عوامل بيئية دون تدخل الإنسان، لكن الطفرة المستحدثة بيتحكم الإنسان فيها للحصول على صفات مرغوب فيها. الطفرة التلقائية بتحدث دون تدخل من الإنسان
ونسبتها بتبقى ضئيلة، الطفرة المستحدثة بتحدث بفعل الإنسان. الطفرة التلقائية بتؤدي للتنوع الطبيعي بين أجناس وأصناف النباتات والحيوانات، بينما الطفرة المستحدثة بتؤدي إلى الحصول على صفات مرغوب فيها زي الثمار الأكبر حجما والأحلى طعما والخالية من البذور. زي ما انتم شايفين فراولة ما شاء الله يعني، وليمون زي الفل، وطماطم كبير. طب ايه اسباب الطفرة التلقائية؟ قالك بتحدث نتيجة عوامل بيئية زي الاشعة السينية او الاشعاعات الذرية او التعرض للمواد الكيميائية او درجات الحرارة المرتفعة جدا او المنخفضة جدا. في حاجة اسمها العلاج بالجينات. ايه هو العلاج بالجينات؟ قالك استبدال الجينات التالفة المسببة للمرض باخرى سليمة لعلاج ذلك المرض، او ادخال جينات سليمة تحمل معلومات وراثية مرغوب فيها الى داخل الخلية. يعني ايه الحكاية دي؟ يعني ان انا عندي جينات تالفة اجي مستبدلها، شيلها واحط مكانها جينات سليمة، او ان انا بدل ما اشيلها واحط جينات سليمة شبهها بالظبط، لا احط جينات كمان احسن بان تدينا صفات مرغوب فيها كمان. يبقى العلاج بالجينات حاجة من اتنين، يا اما انك تستبدل الجينات التالفة تحط مكانها حاجة تانية شبهها بالظبط، يا اما انك تحط جينات سليمة وبتحمل معلومات وراثية مرغوب فيها كمان، يعني بتحط معلومات احسن من اللي فات كمان. فقال لك يقدم العلاج بالجينات امكانية تزويد جسم الانسان نفسه بالقدرة على تخليق بعض المواد اللي هي الادوية. تخليق يعني انه يصنع، مع امكانية استمرار العلاج مدى الحياة. يعني قال لك العلاج بالجينات ده ممكن يخلي الجسم يعمل مضادات حيوية لنفسه، يعني يبقى عندك مصنع ادوية جوه جسم. ناخد بقى اسئله علل. قال لك علل حدوث الطفره التلقائيه، هنقوله بسبب تاثيرات البيئه المحيطه مثل التعرض للاشعاعات كالاشعه السينيه والاشعه الذريه والتعرض للمواد الكيميائيه والتعرض لدرجات الحراره العاليه او المنخفضه جدا. قال لك علل التنوع الطبيعي بين اجناس واصناف الحيوانات والنباتات المتعدده، هنقوله بسبب الطفرات التلقائيه التي تطرأ على الجينات. قال لك علل التشابه بين اليابانيين بالرغم من مرور فترة طويلة على ضرب اليابان بقنبلتين نوويتين اللي هي هيروشيما وناجازاكي. هنقوله حيث أن الصفات الجديدة التي تنتج عن حدوث الطفرات يتم توارثها كلها أو بعضها عبر الأجيال، مما ينتج أفراد جديدة ذات صفات مختلفة، لأن الصفات اللي هم أخدوها دي واللي حدثت نتيجة الطفرة بيتم توريثها بقى كصفات عادية بقى مش كطفرات. يقول لك ان في واحد من هنا من مصر راح يشتغل في اليابان، شغال سواق تاكسي، كل ما يركب واحد يقول له انا مش لسه مركبك من شوية، ما هو بيتلخبط ما بينهم كلهم شبه بعض. فقال لك التشابه بين اليابانيين بسبب الحكاية دي ان هو الطفرة انتقلت وتوارثت عبر الاجيال. قال لك علل اهمية احداث الطفرات المستحدثة. ليه انا بعمل طفرات مستحدثة الانسان اللي بيعملها؟ قال لك عشان احصل على صفات مرغوب فيها خاصة في عالم النبات، ان اعمل استحداث ثمار اكبر حجما واحلى طعما وخالية من البذور، عشان الثمار تبقى اكبر. طب هو انا بعمل كده ليه؟ عشان العالم باحتمال كبير ان يحصل فيه مجاعات، ان عدد السكان اكبر من الانتاج اللي بينتجه العالم، فبالتالي بنواجه الحكاية دي باننا نعمل صفات مرغوب فيها عشان نعمل ثمار اكبر. طب لو قال لك علل كبر حجم بعض الثمار عن مثيلاتها من نفس النوع، هنقوله لحدوث طفرات مستحدثة فيها بفعل الإنسان. قال لك علل يعاني الأشخاص الذين يعتمدون على الأرز كغذاء رئيسي من نقص فيتامين A. طبعا الحكاية دي بتحصل في جنوب شرق آسيا. قال لك إن في ناس بيحصل لها عمى وفقدان للبصر بسبب إن هم بيحصل لهم حاجة اسمها سوء تغذية. طب ليه بيعاني الاشخاص اللي بيعتمدوا من نقص فيتامين ايه؟ بيعتمدوا على الرز. اشمعنى الرز؟ قال لك اصل الرز ده لا يحتوي على مادة البروفيتامين ايه اللي هي اسمها مادة الكاروتين التي تتحول في الجسم الى فيتامين ايه. يبقى الرز ما فيهوش كاروتين اللي هو بروفيتامين ايه واللي بيتحول لفيتامين ايه، فبالتالي الناس اللي بتاكل رز بس ما بيبقاش عندها فيتامين ايه، وبالتالي بيتعرضوا لفقدان البصر. قال لك علل تعرض حوالي نصف مليون شخص سنويا في بعض الدول النامية لفقدان البصر، هتقول له نتيجة سوء التغذية الناتج عن نقص فيتامين A. علل اهتمام العلماء بتخليق أرز معدل جينيا. العلماء عملوا ايه بقى عشان يواجهوا الحكاية دي؟ عملوا رز خلقوه وعدلوه جينيا.
قال لك لأن الرز الطبيعي لا يحتوي على مادة الكاروتين اللي هي بروفيتامين A أو ألف التي تتحول داخل الجسم إلى فيتامين A أو ألف، والذي قد يؤدي نقصه بالجسم إلى فقدان البصر. عشان يحلوا المشكلة. مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تسهل لجميع الطلاب دراستهم، اللهم وفقهم ونجحهم وافتح لهم أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم يا مستجيب الدعاء بارك لهم في أوقاتهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.